مرض البلوجر في مصر. الواد والبت يشوفوا بعض الايام ديت، يحاولوا يتعرفوا على بعض، يعملوا فيديوهات مع بعضيهم. يجي هنا بقى ايه؟ يقولوا بقى احنا هنبقى 2 بلوجر نفشخ الواقع. يعملوا ايه بقى؟ يتعرفوا على بعض، يبداوا يعملوا شويه فيديوهات مع بعض. طبعا ما هو التيوس في البيوت قاعدين مش فاهمين حاجه، مدين لهم التصاريح، فعادي يعني. فطبعا كل واحد منهم واخد الحريه، فيعملوا شويه مقالب حلوين، شويه مش عارف ايه. يقرروا ان هم يعملوا ايه بقى؟ يرتبطوا. بعد ما يرتبطوا بقى يبدا بقى الاومليت يبان، خلاص بقى هيتفقعوا. يقرروا ايه بقى اللي يحصل؟ يقرروا ان هم يرتبطوا. كل ده اصلا ما كانش فيه ارتباط، ده هو كانوا ايه بقى؟ بيجربوا كده الحياه مع بعضيهم، فاني هاف فاني كده. يبدا بقى الاتنين يعملوا ايه؟ يرتبطوا. ما هو بابي ومامي راضيين، فخلاص بقى انفتاح بقى، في انفتاح، هيبدا الانفتاح يحصل. تبدا ده بقى تروح له البيت، يعملوا مقالب في بعضيهم، ده يروح لها البيت يصالحها. يبداوا بقى يخشوا في مرحله خلاص بقى في ناس اندر ايدج بتشوفهم بقى، فاللي هو ايه؟ لازم نعمل مقلب ان احنا نسيب بعض. فتلاقي بقى الاندر ايدج كله واو، ده حنين ومنيني هيسيبوا بعض. تبدا بقى الدنيا تتقلب. ما خلاص بقى نسبه الاندر ايدج في اليوتيوب والتيك توك اللي دمر الدنيا بقت فوق ال 80%، يعني دوله بحالهم. ويحصل الموال بقى ده على ايه بقى؟ على شهر مثلا ترند بقى. ما الاندر ايدج ولاد الوسخه هم اللي عملوا كده. نخش في موضوع المصالحه. خلاص بقى الترند مات، خلاص بقى احنا ما ينفعش نكمل كده، انا شرف عيلتي ما يضيعش، ده لازم تيجي تتقدم. فيروح ابن الحلال يتقدم لها ويجر شويه التيوس وراه، ويحصل اللي يحصل بقى، ويبقى في خطوبه. فيبدا بقى بعد الخطوبه يعملوا ترند ان احنا هنسيب بعض تاني. فاللي هو خلاص احنا عرفنا ان الاولاني ده مقلب، لا هو يعملوه تاني. فالموضوع يخش بقى في حق ومق وبق. فيرجع تسيب بقى اللي هي معاه وتروح مصاحبه الواد التاني صاحبه اللي هو برضه في السوشيال ميديا. وطبعا هي ايه؟ شغاله ايه؟ دعك هنا واحضان هنا. فهي اتحضنت مع التاني في الاول في شويه الصور اللي منزلينهم الفيديوهات، فتبدا تتحضن مع التاني، فهي فاتحه تكيه، فاهم؟ فيرجع بقى تسيب الواد اللي هي معاه اللي اتحضنت منه، فتروح راجعه للواد الاولاني اللي اتحضنت منه الاولاني، فالموضوع يبوظ. وكل ده ايه؟ التيوس قاعدين وبيتفرجوا مبهورين من النجاح اللي هم بقوا فيه. وطبعا هي كلها قصه على البايظ من الاول اصلا، فاهم؟ الموضوع يأفور منهم بقى ويسرح منهم جامد، ويرجعوا لبعض ويعملوا ايه؟ يبداوا بقى في روتين الايه؟ الشقه والشبكه والجواز. وخلاص بقى هم داخلين السكينه زي بقى مش فاهمين هم بيعملوا ايه. يبداوا بقى يعملوا ايه؟ يتجوزوا. كده المراره هتتفقع اكتر، يعني الاومليت وفقعوا خلاص، يخشوا على المراره. ما هم بقى البيض بقى يعني خلص بقى، ما بقاش فيه بيض، بقى في مراره هيفقعوها بقى. روتين اول اسبوع جواز، روتين التنظيف، روتين مش عارف ايه. يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ الموضوع يخش منهم في حمل. كده بقى خلاص انت هم جابوا القاضي عليك بقى. يخشوا في سيشن الولاده، واصل مش عارف انا لازم ابني يتولد في 7 نجوم و9 نجوم على اساس ان الواد هينزل يعني سوبر ستار من بطنك مثلا. وتلاقي الديكورات معموله، وتلاقي عيل بقى ايه يعني. انا مش عارف هم جايبين فوتوغرافر يصور وقت الولاده ليه؟ يعني هتفرج على يعني ايه الحلو في شكلك وانت بتولدي مثلا، مع انه يبقى شكلك منتن في الوقت ده. انا مش فاهم هشوف شكلك كده ليه؟ طب ايه الحلو في ان اشوفه مثلا القرف اللي بيحصل بعد الولاده؟ ليه اللي اشوفه مثلا؟ وتلاقي بقى اصحاب البلوجر دول بيصوروا داخلين جوه الولاده، وبيصوروا اماكن كده ما ينفعش نشوفها اصلا، بس عادي بقى ما فيش شويه تيوس هم اللي مصرحين من الاول، فاهم؟ ويرجع بقى يتطلقوا، ويرجع البت تتشرد بالواد اللي هي معاها، وترجع القصه وتنتهي زي ما في قصتين حصلوا قبل كده. ولو انت عارف فين القصتين دول او قصه منهم حصلت بانتهاء ان هم انفصلوا وهي بدات تربي ابنها لوحدها وهو شاف حياته بره، اكتب في الكومنتات. واول حد هيعمل صح او اول حد هيقول كومنت صح هيطلع معايا في الفيديو اللي جاي. سلام.